السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في اطار حلويات العيد اليوم غنشارك معكم ان شاء الله هاد الحليوه هادي. كتجي خطيره البنات، كتجي غزاله 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 بزاف، وبمكونات اللي ساهلين وبساطين. اذا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه البنات انا هنا مضوبله المقادير، يعني ممكن ديروا غير نص الكميه، راه كتخرج ما شاء الله كميه اللي هي كثيره. عندي هنا هكا خديت القصريه ديالي، درت فيها 2 كيسان ديال سنيده، غادي ندير فيها فاني، وغندير 2 كيسان ديال الزيت. كيف ما قلت لكم ديروا غير نص الكميه، راه كتخرج كميه كثيره. يعني غير كاس سنيده مع كاس ديال الزيت وكتخدموها، ما فيهاش الزبده. هاد الحلوه هادي صافي. وكندير معاها واحد 2 معالق اولا 3 ديال الكاكاو، كتبقى على حساب نتوما اللون اللي بغيتوه في الحلوه، من 2 معالق حتى ل3. وكندير معاها واحد 4 البيضات. هاد الحلوه كيف ما قلت لكم ساهله، يعني كتخلطي كلشي في خطره وحده عفوا وكتخدميها. صافي مباشره كنبدا نخلط. وما تنساوش البنات واحد القبيصه الملحه كديروها. انا بالنسبه لقبيصه الملح باش ما كنساهاش البنات، راه ملي كنكون كنقاد سنيده كنهز قبيصه وكنحطها مع السنيده باش ما ننساهاش. صافي وكنخلط مباشره، يعني نيشان كيف ما قلت لكم ساهله ماهله. هنا اللي بغات دير نص المقادير غدير كاس ديال سنيده مع كاس ديال الزيت مع 2 بيضات مع فاني، ولا نسمو باللي بغيتو نتوما. ممكن تنسموها بالقهوه، ممكن تنسموها بالكراميل، كتجي خطيره. بالاخص مذاق ديال القهوه كيتواتى بزاف كيف ما كنعرفوا مع الشوكولات. صافي وغادي نخلط كلشي مزيان. هاد الحلوه هادي البنات صدقوني كتجي كدوب في الفم، يعني كديريها في فمك تدوب. صافي كنخلط هكا القوام ديالي كاملين حتى كينسجم ليا داك البيض مع سنيده مزيان كيطلق. صافي ومباشره كنبدا نضيف في الدقيق. يعني هنا ما عندناش الزبده اللي غادي خصني نخدمها مزيان حتى تولي ليا بوماد عاد نضيف. يعني هنا ما عنديش المشكل، هنا خصني غير البيض يتجانس ليا مزيان مع داك الزيت ومع السنيده. صافي وكنبقاو نضيفو مباشره في الدقيق. بالنسبه للدقيق حاولوا ما تكثروش البنات الدقيق، انتم غتشوفوا القوام ديالها في الاخر كيفاش غتجي، باش تجيكم ديك الحلوه كتذوب في الفم. وغنعطيكم السر كيفاش الحلوه غتجي كيف ما قلت لكم كديروها في فمكم كدوب. يعني حنا كتعجبنا. كاين سبحان الله شي حلويات كنبغيو فيهم القرمشه، وكاين شي حلويات كنبغيوهم يكونوا رطبين. صافي هنا درت خماره وحده ديال الحلوه صافي، وكنجمع الخليط ديالي كامل. كنبقى نجمع بلا ما كندلكوا البنات، راه غير كندخل داك الطحين هكا في العجينه ديالي صافي حتى كتجمع ليا العجينه. انا راني كنصايبها بالليل البنات، يعني كانت هذه دغيا واحد الطلبيه مزروبه ديال واحد السيده، يعني حتى لاخر لحظه عاد قلت غادي نصورها غير قبلوا عليا وصافي. المهم هنا البنات من بعد ما كنجمع العجينه كيكون القوام ديالها هو هذا، ما كتجيش العجينه اللي قاصحه وما كتكونش ديك العجينه اللي كتلصق. يعني كتجي عجينه تقريبا مرخيه. انت شوفوا ملي كديري فيها الصبعه وملي كنحلها كتجي مرمله ديك العجينه من الداخل. صافي هنا مباشره غادي ندوز باش كنبدا نكور هكا الحليوه ديالي. كناخذ هكا شويه من العجين وكنكور. بالنسبه لي انا درتها هكا على هذا الشكل هذا، يعني على شكل غريبة. نتوما ديروا الشكل اللي بغيتو. ممكن يعني هكا تطلقوها بالمدلك عفوا وطبعوها، كيبقى لكم الاختيار. ولكن هاد الشكل هذا ديالها كتجي فيه زوين، يعني هاد الشكل هكا تغريبه كتجي فيه احسن وزوينه. هنا كناخذ اللاطه ديالي، اما كنفرج لها هكا ورق الزبده اولا كندهنها بالزيت اللي بغيتو. صافي وكنبدا مباشره كنصايبها، كنكورها هكا في يدي وكنحاول غير نبسطها واحد شويه. صافي وكنحطها حتى غنكمل الكميه ديالي كامله. حاولوا انكم تخليو واحد شويه اتساع بيناتهم، لان راه فيها خميره وكيزيد كيتضاعف الحجم ديالها في الفران. بالنسبه للفران يكون سخون صافي غير كندخلها الفران، والعافيه كتكون على المهل وكطيب كتجي زوينه. غير ردوا معاها البال لان فيها الكاكاو. كتحطي غير صبعك ملي كتبان لك ديك الحلوه صافي نشفات، راه ملي كطيب كتبان البنات. صافي كتخرجوها. حاولوا ما تفوتوش ليها الطيب بزاف باش ما تجيكمش ديك الحلوه قاصحه. هنا عندي واحد شويه ديال الكوك، وعندي كونفيتير الجاري اللي كنديروه ديال الحلوه داك الخفيف. ضفت ليه هكا واحد نص كاس ديال الماء وخليته كيطيب مزيان حتى يعني طبخ ليا هكا واحد شويه. صافي ومباشره كنبدا ندير فيه الحلوه. وهنا باقي ليها لاحظتوا راه باقي سخون، وهذا هو السر اللي كيخلي الحلوه ديالكم تجي رطبه. شوفوا هي هنا من بعد ما طابت البنات كيفاش كتجي. ملي كتجي البنات زوينه زوينه بزاف، ما تخليوهاش طيب بزاف باش ما تقصحش معاكم. ومباشره كنديرها في داك الكونفيتير هو باقي سخون هكا دغيا. كترطب لك ديك الحلوه وكتبقى معاك رطبه مده اللي هي طويله. وبالاخص منين كتبات، يعني منين كتبات هاد الحلوه راه كتجي فيها واحد اللذه واحد المذاق البنات ما نقولش لكم. والرطوب يعني ديك الحلوه اللي كنبغيو حنا تجي رطبه في الفم راه هي هذه. صافي كناخذها هكا كنصفيها من داك الكونفيتير وكنحطوها مباشره في الكوك. هنا عندكم الاختيار، اما كديروها في الكوك، ممكن ديروها في الفيرميسيل كحل اللي بغيتي نتيا على حسب شنو ما متواجد عندك.
غير هي الصراحة كتواتى بالكوك بزاف. إلا بغيتو ديروا لها الفيرميسيل ممكن ديروا صوص ديال الشكلاط في عوض هاد الكونفيتير. ديري صوص ديال الشكلاط صافي وديريها فيها، تقدري تذوبيها هكا الشكلاط ومن بعد كديريه في الفيرميسيل كحل اولا نيت في الكوك. المهم كيبقى لك نتيا الاختيار داكشي اللي بغيتي عندك. حنا كنحاولوا نديروا شي حاجه اللي ساهله وما متكونش مكلفه بزاف وصافي. وحليوتي كتجي هي هادي كتجي زوينه البنات، غير جربوها. اللي باقا حايره وما عرفتش شنو دير في حلويات العيد جرب هاد الغريبه هادي، راه كتجي خطيره يعني كتجي زوينه. صافي غنبقى مستمرة بحال هكا حتى غنكمل الحليوة ديالي. انا راه حطيتها هكا معكم في الطبيصيل باش غتشوفوها. اني هنا راه باقا سخونه البنات، باقا ما برداتش، ني راه باقا مقرمشه وخا هكاك راها رطبه. ولكن راه منين كتبات راه ما نقولش لكم كيفاش كتجي، وكيجي فيها واحد اللذه اللي هي زوينه بزاف. وهنا كيف ما كتشوفوا هكا راني كنصايب الفقاص، غنشاركو معكم حتى هو دغيا، ني حتى هو فايته مشاركه معكم. ولكن غنعاودو معكم هنا مادام يعني صورت الحلوى قلت نصور معكم حتى الفقاص اللي بغات دير الفقاص ديالها. بالنسبه للفقاص كنخدمو هكا في كازي مولينيكس كيجي احسن البنات، خدموه هكا وردوا عليا. احسن خدمه ديال الفقاص هي هكا، لانه هو كيبغي الخدمه في الاول. كناخذ هكا كاس ديال المولينيكس ديالي اولا ديروا الطراب اللي بغيتو. قبيصه الملحه ضروري نديرها. صافي كندير زلافه ديال السنيده وكندير عندي هنايا 7 البيضات. كناخذ واحد الصفر كنخليه على حساب هكا الدهين. صافي والاخرين كنديرهم كاملين. هاد العملية هادي إلا بغيتو ديروها ممكن ما ديروهاش، يعني بغيتو تخدموا كلشي في القصعة راه ممكن، غير هي قد ما خدمتي البيض مع السنيدة مزيان في هاد المرحلة الأولى قد ما كيعطيك كمية اللي هي كتيرة ديال الفقاس، يعني كيكون كيخرج تبارك الله كتير. وفي نفس الوقت البيض والسنيدة كيبغي يتخدم مزيان هو والزيت. صافي درت البيض ديالي، درت زلافه ديال سنيده. اللي بغات دير نص المكونات راه ممكن، بغيتي ديري غير كميه صغيره راه ممكن. صافي وزلافه ديال الزيت. وغادي ندير كاس الحليب. هنا الحليبه البنات اللي كتبغي الفقاص ديالها يجي مقرمش مقرمش، يعني كيجي قابط راسو مزيان، ديري كاس الحليب. كتبغيه يجي غير شويه فيه التقرميشه وفي نفس الوقت يكون رطب، ديري غير نص كاس ديال الحليب. يعني كيبقى لك الاختيار. هنا من بعد ما خلطت داك الخليط ديالي كامل كناخد الزرارع ديالي. هنا غنديرو شويه الزنجلان مع النافع واللوز. بالنسبه للوز راه ما كنرطبو ما والو، يعني غير مسحته مزيان صافي وخليته مباشره كنخدم به، ما كيتهرس معايا، ما كيهرس ليا الفقاص لا حتى حاجه كيف ما غتشوفوا. وغادي ندير هكا واحد جوج خمارات وكنبدا نجمع الخليط ديالي. بالنسبه للزنجلان راه خضر ما محمرش لا هو لا النافع، يعني النافع كيتواتى بزاف راه كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين في الفقاص واخا تكونوا دايرين اللوز. انا كتعجبني صراحه المذاق ديال النافع فيه. صافي هنا كنحاول انني ندخل هكا داك الطحين في الفقاص مزيان. بالنسبه لي انا هنا منين بديت البنات راه بديت بالفقاص هو الاول. علاش؟ لان الفقاص كيبغي الفران يكون بارد، يعني من باش ينجح معاك الفقاص وما يتشققش لك منين يكون كيطيب وما يتهرش ليك. ضروري ضروري البنات الفران يكون بارد. واذا كان عندك الفران كيسخن بزاف يعني غتخلي الباب ديال الفران محلول هو كيطيب والباب منسم عليه ديال الفران. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه، نتوما ما كتكونش ديك العجينه اللي قاصحه وما تكونش ديك العجينه اللي كتلصق بزاف في يديكم. هنا تقريبا كان عندي كيلو وربع ديال الطحين، هادشي اللي دخل فيه بقى فيه هاد شويه هذا. وكل مره وشحال كيهز ليا على حسب الطحين. من بعد كناخذ هكا العجينه ديالي كنحربلها هكا كندير على شكل هكا دي بودان كبار. حاولوا تجيبوهم في نفس القياس باش كله يطيب لكم في دقه واحده ويطيب في يطيب يعني في نفس الوقت. وكندهنوه هكا بشويه ديال البيض من الفوق مع قهوه سريعه الذوبان، كنديروا ليه هكا شريطات بالفرشيطه عادي وكندخلوه الفران. كنعاود نأكد عليها الفران ضروري خاصو يكون بارد، يعني البارد باش الفقاص ما كيتفرقعش معاك في الطياب نهائيا وكيطيب على خاطرو. البوطه كتكون مهيله وحطيه في الرف الفوقاني وخليه يطيب على المهل، يعني تقريبا راه ياخذ معاك حتى ساعه ديال الطياب. هانتوما من بعد ما كيطيب كيجي غزال البنات، ما كيتفرقع ما حتى شي حاجه. وغير كتشوفيه صافي طاب ونشف خرجيه. صافي هنا خرجتو البنات وحطيته خليته كيبرد. وعاد دزت باش كنقطعو، يعني راه باقي ما بردش ليا بزاف ولكن ما عنديش الوقت باش غادي عاد نتسناه يبرد. ورغم ذلك البنات ما دارش الكسور. شنو كديروا ليها البنات؟ واحد الزيف كتفزقيه واحد شويه كتغطيه به وكديري عليه واحد البلاستيكه هكا كيعاونك ان دغيا تقطع كيف ما كتشوفي ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. وما فيهش الكسور نهائيا، ولو فيه اللوز ولو داك اللوز ما فزقناه ما حتى حاجه كيف ما شفتي ما كيتهرش معاك. يعني غير جربوها البنات الطريقه ديالي في الفقاص كيجي واعر وزوين. بالنسبه للتقطيعه نتوما كتحكموا فيها، شوفوا الطياب ديالو ما كنعطيوش الطياب بزاف. الا عطيتوه الطياب بزاف راه كيتهرس معاكم، يعني لقيتي اللي كتبدي هنا تقطعي كيبدا كله يتهرس.
ما تعطيوش طيب بزاف. ملي كيطيب انت كيف ما قلت لكم كديري صبعك من الفوق، الا بان لك صافي قبط راسو نشف، ما بقاتش هكا ديك رطبه، كتهبطيه لتحت غير واحد شويه كيتشم عليه الوجه ديالو وكتخرجيه. وكيف ما كتشوفي راه كيتقطع بكل سهوله، وبالرغم انني البنات ما خليتوش نهائيا وقت بزاف باش يبرد. شوفوا داك اللوز تبارك الله كيفاش كيجي فيه، يعني راه كيجي كله داك الفقاس ديالنا مخرج وزوين. وصافي وهكا غادي نستمر حتى غنكمل الفقاس ديالي كامل، من بعد راه اللي صيبته كندخلو هكا الفران يتحمر. وصافي وتتكون هذه هي الطلبيه ديال اليوم. نتمنى الفيديو يعجبكم البنات، نتمنى اللي باقا تالفه تجرب هذه الحلوه. كيف ما قلت لكم راه كتجي زوينه، كتجي زوينه البنات. وحتى الفقاس بهذه الطريقه هذه ممكن تستغناو على اللوز، راه ديري غير بزنجلان ونوافع راه كيجي واعر البنات وزوين. المهم في الفقاس هي العجينه ديالو ما خصهاش تكون قاصحه في الاول، لو في الوقيته ديال الطياب ما خصش الفران يكون مجهد عليه. وصافي هكاك راه تيطيب تيجي زوين وكيخرج تبارك الله كميه اللي هي كثيره. وصافي هنا بديت اللي حمرته كنخرج كنديرو لتحت وكنقاص عليه البوطه وكنخليه يتحمر حتى كياخد داك اللوين زوين. هنا البنات راه غير مع الاضاءه واللي راه ما عطاتوش اللون ديالو مزيان، كيجي زوين البنات. داك الفقاس حتى هو لداخل تيجي محمر فيه وزوين. نتمنى الفيديو ديال اليوم عجبكم وينال الاستحسان ديالكم. ما تنساونيش الله يجزيكم بخير من البصمات ومن التعاليق ديالكم اللي كتحفزني اني نزيد القدام. شكرا.